صحابي البايكرز، ازيكم؟ هنحل الجزء الخلفي كامل من السكوتر مع بعضينا. هنبتدي بالشكمان، ولما نيجي نحل الشكمان هنحله من النص، مش هنحله من تحت الموتور. وكمان شوية طبعا هقول لكم ليه السبب اللي خلاني ان انا اعمل كده. طبعا هنستخدم مفتاح 12 نحل الثلاث مسامير بتوع الشكمان. كمان هنحل المسمارين اللي هم رابطين الشكمان في المقص. تمام، ودولت بيبقوا لقمة 14. انا عندي 14. في طبعا بعض السكوترز بتكون 12، في 13 على حسب السكوتر. بس طبعا الخطوات بتبقى ايه واحده. يعني هنا انا اهو حليت الشكمان. خلي بالك وانت بتحل الشكمان بيبقى عندنا جوان، والجوان ده مهم جدا، اوعى يقع منك. هبدا بعد كده احل المقص بتاعي، وهبدا بمسمارين دشمه الفرامل. تمام، زي ما انتم شايفين دولت انا عندي لقمه 13. هما بيبقوا مسمارين فوق بعض، ودولت اللي بيبقوا رابطين دشمه الفرامل. عشان نكمل حل طبعا في المقص هنحل 3 مسامير رئيسيين. رقم واحد طبعا هو المسمار بتاع المساعد، رقم اتنين بيبقوا المسمارين بتوع اللي رابطين المقص في الموتور. بيبقى فيه واحد فوق وبيبقى فيه واحد تحت، طبعا مع اختلاف المكان بقى في حسب تصميم السكوتر. هنحل طبعا الثلاث مسامير وهنرجع لكم تاني نوريكم. بعد ما هتحل الثلاث مسامير دولت هتلاقي المساعد بيطلع معاك بكل بساطة كده زي ما هنشوف في الفيديو. انا حليت المسامير، هنشوف المساعد اهوت هيطلع معانا بكل بساطة. بعد كده لو انت شديت بقى المقص هتلاقيه طالع معاك بكل بساطة اهي. تمام، هنشيل طبعا المقص اهوت. طيب انا شلت اهو، فكيت الشكمان بكل بساطة زي ما وريتكم الطريقة. حليت الايه المقص كمان. بالمناسبة انا هحل كمان الطنبورة يعني عشان اوريكم برضو طريقة التركيب بتاعتها. خلي بالك بقى في معلومة مهمة وانت بتحل الجنط. في جلبة، الجلبة ديت هنسميها مع بعض ونعلمها بالجلبة الكبيرة. تمام، يبقى الجلبة ديت اللي انا طلعتها اهو من الجنط اسمها الجلبة الكبيرة. تمام، وانا عامل لك علامة كده ترس عشان تفتكرها. يبقى دي اسمها الجلبة الكبيرة. بعد ما اشيل الجلبة ديت هلاقي معايا بكل بساطة الايه الجنط طالع. ادينا اهوت الشكمان محلول، المقص، الجنط طالع. متنساش بقى الايه السبسكرايب. طبعا انا ركبت فردة الكاوتش وغيرت الجنط، وهنبدأ بقى معاكم بمرحلة الايه التركيب. هبدأ ان انا اشحم الاكس بتاعي واشحم كمان الجنط عشان تبقى الدنيا سلسة اثناء التركيب. كمان عايز اقول لك معلومة بقى، وانت بتركب الجنط بيبقى ليه اتجاه. شايف الحتة الفاضية ديت دي بتبقى اتجاه جوه. تمام، مش بيبقى اتجاهها لبره. تمام، بمعنى اصح ان خلي بالك الجنط بيبقى ليه اتجاه معين، ما ينفعش يبقى معكوس. زي ما بشاور لك اهوت الحته الفاضيه بتبقى لجوه. تمام، وبيبقى النقشه بتاعتنا مع عقارب الساعه، يعني بنبقى ماشيين النقشه مع عقارب الساعه. وبرده الجلبه خلي بالك الكبيره اللي احنا علمناها دي بتركب مش على الاكس، لا دي بتركب جوه الجنط زي ما هوريك. يعني الجنط بمعنى اصح بركبه يعني فاضي، مفيهوش اي جلب ولا اي حاجه. كل حاجه بتخش بعد كده. بركب الجنط اهوت واراعي ان تبقى التروس متركبه على بعضيها كويس جدا. يبقى كل ترس كده راكب، وكمان اجرب عجلتي واظبط الدنيا. ادي اهي بقى الجلبه الكبيره، انا معلمها لك اهو بعلم الترس بتظهر. بعد ما اركب الجنط اقوم مدخلها. عايز اقول لك برضو معلومه، بيبقى في بعض الاسكوترات زي سكوتري بيبقى فيه جلبه تانية، جلبه صغيره كده، ودي بتبقى جلبه المقص. تمام، انا حبيت اعلم لك الكبيره عشان تبقى عارف الفرق. يبقى الجلبه الكبيره قوي دي بتركب جوه الجنط، والصغيره دي بتاعه الايه المقص بتركب في المقص. نيجي بقى لتركيب الطنبوره. الطنبوره يا جماعه ليها اتجاه، ما ينفعش تبقى برضو معكوسه. هي ليها مبيت كده، لو حطيته هتعرف على طول الاتجاه بتاعها، يعني ما ينفعش ان انا اعكسها. وبيبقى هو برضو عامل لي زي سهم عليها كده عشان اعرف الاتجاه. وطبعا هحطها على المبيت بتاعها زي ما انا شايف كده، يعني هتشوفوا دلوقتي هتلاقيها بيتت على طول. انا مربوطه عندي بثلاث مسامير الين. هتقولي ليه بقى ما ركبتهاش طبعا والعجله بره؟ هقول لك انا بحب اركبها وهي على يعني على الطبيعه، عشان ابقى شايف الاتجاه بتاعها وابقى متاكد. هربط بايديا وبعد كده هربط بمفتاح الالين واثبت عليها طبعا كويس جدا زي ما انتم شايفين كده في الفيديو. متنساش بقى لايك. هنكمل مع بعضينا بقى تركيب الايه الجزء الخلفي كده. احنا اهو ماشيين خطوه خطوه مع بعضينا بكل بساطه. هاجي بعد كده بقى المقص اهوت، دي بقى هي بص الجلبه الصغيره بتبقى مكانها هنا. تمام، انا كنت مركبها بس هوريها لك اهوت، هي دي الصغيره اهي. تمام، مش الكبيره. بيبقى مكانها في المقص نفسه، يعني الكبيره خلاص دخلت
والصغيرة دي بقى في المقص اهي، ليها مبيض برضو في المقص، فانت هتعرفها يعني ان شاء الله. بعد كده ايه هدخل المقص بتاعي، اظبطه بقى قبل ما اركب اي حاجة. تمام. يعني اشبط المسامير بتاعتي واظبط الدنيا، عشان ايه ما الاقيش اي حاجة طبعا تعاكس معايا. طبعا انت بقى ايه اهو زي ما انت شايف انا بركب في الاخر اهو دخلت المقص. بعد كده هركب الايه الصواميل بتاعته، بيبقى فيه زي صامولة زنق وبعد كده الصامولة الكبيرة. لو تلاحظ بقى انا هربط بايديا دلوقتي الاول. ليه بقى؟ هقول لك تكايه بقى مهمه جدا. انا بربط بايدي الاول عشان اظبط الفتحات بتاعه المسامير بتاعه مسامير النص، وابدا اشبط بقى مسامير النص. تمام. وانا لسه ما ربطتش الجنط كله. تمام كده. ليه بقى؟ عشان انا بعد كده هربط في المونيا، والالمونيا ضعيفه، ما ينفعش فيها دريل ولا الكلام دوت، فاهم؟ فتبقى الدنيا ايه، تبقى الدنيا متظبطه. بعد كده اهو بقى بدي بقى طبعا دريل للايه للجنط بعد ما ظبطت مسامير النص. مسامير النص يعني وانت بتربطها اربط يدوي، دي اول حاجه. تاني حاجه ما تتغشمش عشان انت بتربط في المونيا، الالمونيا بتبقى ضعيفه. تالت حاجه تربط بالتوازي، يعني ايه مش ما تخليش جنب محمل على الجنب التاني، لا، تثبت على فوق وحبه تحت، يعني تثبت على المسمار اللي فوق وبعد كده اللي ايه اللي تحت، زي ما انتم شايفين كده في الفيديو. ببدأ بقى أقفل بقى المسامير الإيه الجانبية قبل ما أقفل الشكمان. ده الرفرف بيبقى مسمارين 10 عندي، بقفله برضو بالمرة عشان ما إيه، يعني لما أقفل الشكمان ما الاقيش حاجة تعاكسني. كمان هقفل المسمار بتاع المساعد زي ما انتوا شايفين كده، برضو هو أنا عندي مسمار 13. بعد ما بقفل طبعا مسمار المساعد ببدأ أركب الدشمة بتاعتي، بفتح التلين. تمام. وبقوم مركبه مع الطنبورة على طول وإيه واربط المسمارين بتوعهم اللي أنا شاورت لكم عليهم في الأول. بص كده زي ما انت شايف دخلت بكل بساطة على الطنبورة. هربط بعد كده المسامير، راعي طبعا دايما تربط بإيدك. تمام. وبعد كده تبقى ايه تبقى تبت بقى بالدريج بالسيستيم. طبعا في اماكن بتستحمل دريلات، في اماكن ما بتستحملش. انا بفضل اربط يدوي في معظم الاماكن يعني، الا طبعا الصواميل الكبيره زي الجنط مثلا وكده يعني. قفلنا تمام، بتاكد ان العجله تمام وببدا اثبت اهو زي ما انتم شايفين. تمام زي الفل. يلا بينا المرحلة اللي بعد كده بقى، وهي ايه؟ طبعا انا هنا بكمل شوية ايه كماليات كده الاسلاك والكلام ده. بس بقى هنروح لمرحلة الشكمان بعد الحتة دي على طول. واقول لكم ليه بقى انا فكيت الشكمان من النص ما فكيتوش من تحت. اهو بصوا اهم حاجة بقى وانت بتركب خلي بالك من الجوان ان انت تركبه، اوعى تنساه. بص لو تلاحظ كده الجاكمان ركب ازاي، بص 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 بربطه بايديا بسلاسه، فاهم؟ عارف بقى لو فكيت من تحت هتلاقي بقى الشاكمان معاكس معاك ويركب من تحت، ويقوم المسمارين اللي رابطين في المقص ما يجوش معاك ويعاكس معاك وكمان بقى تنزل تحت السكوتر وتتبهدل بعد كده طبعا بقى هنثبت على الايه على المسامير بمفتاح 12. وبكده نكون خلصنا، وارجو تكونوا استفدتم من الفيديو.